يعني صح فعلا موضوع الفول ده، يعني لا يعني ده مش بس صح، ده حط 20 صح. يبقى هيديك البروتين وعدس كمان ممكن. البقول بقى كلها البقول كلها. ومش بس كده كمان، ده هيخليك تضحكي في رمضان، ما هيديك تريبتوفان يعمل لك سيروتونين، هرمون السعاده والانبساط والانشراح والمزاج العالي. يبقى اوعى حد يتسحر بدون بقول. مش بس كده بقى، لازم معاها طبعا خبز، ادي 2. بعد كده خد زبادي، هيديني فيتامين بي وهيديني البروتين على القيمه الغذائيه، وهيديني ميه كويس جدا في صوره مستخبيه بنسميها بطاريه الميه. ايه حكايه بطاريه الميه؟ ده مصطلح جديد احنا عملناه من حوالي 10 سنوات، مصطلح جديد مهم جدا. بطاريه الميه للصائمين في العالم كله، بس في مصر. ليه؟ انا لو شربت الميه بس وقت السحور او بين الفطار والسحور بتخلص منها بعد ساعه تقريبا، خلاص جسمي خلص منها. طب انا عايز بطاريه ميه غير بطاريه البقول بقى. بطاريه الميه تديك الميه رويدا شويه شويه. ارشح لها نمره 1 خيار، مش خيار ولا 2، لا انا باخد 10. بعد كده حطي بقى الكوسه، حطي البطيخ، وحاجه اسمها القرعيات اللي هي البطيخ والشمام والقرع والحاجات دي كلها لازم تاخد الحصه دي. بعد كده كمان ما تاخدش بقى الحاجات الغازيه والترشي والمخلل والسكر الكتير. عملت التوليفه دي يبقى والسلطه، اعتقد هتتسحر وهتسعد وهتبقى اللعاب موجود في فمك لحد المدفع ما يضرب او الفطار.